السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل طلبة وطالبة الصف الأول الثانوي. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض أسئلة التقييم الثامن، وهنبدأ بورقة عمل الحصة. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. 1. تعد أقدم وأعرق الصناعات في مصر القديمة صناعة السفن ولا الصناعات الحجرية ولا الصناعات المعدنية ولا صناعة الورق؟ أكيد طبعا هنختار الصناعات الحجرية. 2. تمكن المصريون القدماء من اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح بمساعدة الفينيقيين في عصر الدولة القديمة ولا الوسطى ولا الحديثة ولا العصر المتأخر؟ طبعا احنا عارفين ان في عهد الملك نخاوة الثاني تم الدوران حول أفريقيا، وطبعا الملك ده كان في الأسرة 26 في العصر المتأخر. هتكون الإجابة معانا هي العصر المتأخر. السؤال الثالث: استورد المصري القديم بعض مواد التحنيط من فينيقيا ولا شمال السودان ولا بلاد النوبة ولا ليبيا؟ طبعا احنا فينيقيا استوردنا منها الخشب، وكمان ليبيا استوردنا منها زيت الزيتون والمواشي. نيجي لشمال السودان وبلاد النوبة، وفي تحفظ شوية هنا ان بلاد النوبة بتقع شمال السودان، ولكن الإجابة الأدق هي شمال السودان. تمام كده. نيجي للسؤال رقم 4: برع المصري القديم كصانع محترف يعرف الكثير عن أسرار المواد الخام واستخداماتها. ظهر ذلك من خلال استخدامه الذهب ولا الأخشاب ولا الرمال البيضاء ولا الجلود؟ طبعا المصري القديم استخدم كل المواد الخام اللي احنا ذكرناها في الاختيارات دي، ولكن مفتاح الإجابة هنا هو في كلمة موجودة في السؤال، وهي كلمة برع المصري القديم. يبقى هو استخدمه ببراعة، اللي هو طبعا هنختار الذهب، لأن الذهب تم استخدامه في صناعة التوابيت وتيجان الملوك والأقنعة الذهبية وما إلى ذلك. تمام كده، يبقى الإجابة هي الذهب. السؤال الخامس: أصبح نهر النيل منفذا هاما لتجارة مصر الخارجية منذ عصر الدولة القديمة ولا الدولة الوسطى ولا الدولة الحديثة ولا العصر المتأخر؟ طبعا كلنا عارفين ان جنوب مصر كان يوجد الجندل الأول الذي كان يعوق حركة التجارة بين مصر وشمال أفريقيا، وجاء الملك سنوسرت الثالث اللي هو أحد ملوك الدولة الوسطى وحفر قناة الجندل، والتي سهلت عملية التجارة الخارجية بين مصر وقارة أفريقيا. السؤال السادس: استرشد المصري القديم في معاملاته التجارية بالوصايا الأخلاقية ولا استخدام العملات ولا قوانين المجالس التشريعية ولا نظم الفينيقيين؟ طبعا أول إجابة هنحذفها تماما هي استخدام العملات، لأن ما كانش فيه عملات، بالعكس ده كان فيه نظام المقايضة، والمقايضة كانت في الفراعنة هي أساس المبادلات التجارية. وطبعا هنلاقي إن المقايضة هنا قامت على أساس الأمانة والثقة المتبادلة بين التجار. طب ده كان على أساس إيه؟ على أساس إن المصري القديم كان بيسترشد ببعض الحكم والوصايا الأخلاقية في الممارسات التجارية. يبقى الإجابة هنا هتكون الوصايا الأخلاقية. قبل ما نسيب السؤال ده تعالوا كده أقول لكم مثال من وصايا المصري القديم: لا تجعل الميزان غير متوازن، ولا تغش في القمح، ولا تقلل سعة مكاييل الحبوب، لا تزد الوزن لصالحك وإلا ذقت وبال أمرك، ومن يغش تمقته عين الإله. طيب ندخل على السؤال رقم 7: صنعت معظم الأواني في مصر القديمة من الذهب ولا النحاس ولا طمي النيل ولا الخشب؟ طبعا هنختار طمي النيل. يعد من أعظم الرحالة في عصر الدولة القديمة سنوسرت الثالث ولا حرخوف ولا بيبي الثاني ولا نخاو الثاني؟ طبعا احنا هنا هنتكلم في عصر الدولة القديمة، على طول هنختار حرخوف. الأسئلة المقالية دلل على صحة العبارة الآتية: توطدت علاقة مصر التبادلية مع بلاد بنت الصومال حاليا في عصر الدولة الحديثة. طبعا احنا هنا مباشرة هنتكلم عن الملكة حتشبسوت، لأن هي اللي عملت رحلات تجارية إلى بلاد بنت، والتي عادت محملة ب5 سفن من البضائع المتنوعة. تمام كده. طيب هنيجي للسؤال رقم 2: دلل تاريخيا على صحة العبارة الآتية: تعددت أدوار الدولة في مصر القديمة من أجل تنمية الصناعة. هو في السؤال هنا عايزك تجيب دليل على أن فعلا الدولة في مصر الفرعونية القديمة كانت
ليها أدوار متعددة من أجل تنمية الصناعة. طبعا في أدلة كتير على أدوار الدولة في تنمية الصناعة، زي مثلا اهتمام الدولة باستخراج المعادن، وكمان توفير الأمن والحماية لبعثات التعدين في الصحراء. كذلك هنلاقي كمان إن الملوك كانوا بيفخرون بأنهم يعطون العمال حقوقهم ويمنعون عنهم السخرة. تمام. طب الأجور بتاعت العمال كانت بتصرف ازاي؟ ما اصلا ما كانش فيه عملة بقى، احنا عارفين خلاص ان ما كانش فيه عملة، فكانت أجور العمال تصرف على شكل مخصصات عينية، زي مثلا الحبوب الغذائية أو الملابس أو بعض المنسوجات أو غيرها من المخصصات العينية. تمام كده. ننتقل إلى الورقة الثانية وهي ورقة عمل الواجب. السؤال الأول: تمكن المصريون القدماء من الدوران حول إفريقيا في رحلة استمرت 3 سنوات بمساعدة بحارة. يعني احنا استعنا بمين؟ استعنا بالبرتغال؟ لأ طبعا. بفرنسا؟ لأ. بأسبانيا؟ لأ. الإقليم السوري، وطبعا المقصود بالإقليم السوري هنا بلاد فينيقيا، وطبعا هي دي الإجابة الصحيحة. السؤال رقم 2: استورد المصريون القدماء من بلاد فينيقيا الزيوت ولا القمح ولا خشب الأرز ولا أحجار الجرانيت؟ طبعا احنا في منهجنا كله ما استوردناش من فينيقيا، من بلاد فينيقيا، غير حاجتين. تمام. اللي هو خشب الأرز والحرير، بس احنا لسه ما درسناش الحرير، هناخده في الحياة الاجتماعية إن شاء الله. يبقى هنا كده عندي الإجابة الصحيحة هو خشب الأرز. السؤال الثالث: تمكن حكام مصر القديمة من إزالة بعض التحديات الطبيعية التي كانت تواجه تجارة مصر مع النوبة وشمال السودان خلال العصر العتيق ولا الدولة القديمة ولا الدولة الوسطى ولا الدولة الحديثة؟ طبعا هنختار هنا الدولة الوسطى، لأن لسه قايلين من شوية أن الملك سنوسرت الثالث هو من قام بحفر قناة الجندل لتسهيل التجارة الخارجية بين مصر ودول أفريقيا اللي هي من ضمنها طبعا شمال السودان. السؤال رقم 4: ارتبط إتقان المصري القديم لمعظم الصناعات القائمة على الذهب بهدف تحقيق أغراض اقتصادية وعلمية ولا سياسية ودينية ولا دينية واقتصادية ولا علمية وسياسية؟ بيني وبينكم كده السؤال ده استوقفني قليلا، فقعدت أفكر شوية. يعني هو هنا بيسأل عن إيه بالظبط؟ هل هو بيسأل عن الإتقان في الصناعة؟ يعني لو سألك مثلا عن التقدم أو التقنية في صناعة الذهب، هقول مثلا هنا لأنه توصل لاستخدام بعض الآلات والأدوات اللي مكنته من تشكيل وتطويع المعدن لصناعة متقنة ودقيقة. ولكن لما تيجي تركز كده في السؤال، هو بيقولك ارتبط إتقان المصري القديم لمعظم الصناعات القائمة على الذهب بهدف تحقيق غرض معين. ايه الهدف من هذه الصناعة؟ طبعا مبدئيا كده صناعة الذهب هو بغرض أو بهدف اقتصادي. تمام. يبقى أي إجابة ما فيهاش كلمة اقتصادي هنحذفها. يبقى أنا عندي هنا اقتصادي علمي ولا ديني اقتصادي. احنا قلنا لو سألك عن التقنية أو الدقة في الصناعة ممكن نختار علمي، لأن إن الإنسان فعلا مصري توصل لآلات وأدوات ساعدته على تطويع المعدن وتشكيله بدقة. تمام كده. ولكن هو هنا ما سألكش عن سبب التقنية أو سبب الإتقان في الصناعة، هو قالك ارتبط بإيه. احنا هنا هنختار الإجابة بتاعتنا دينية واقتصادية، لأن انت لو شفت الذهب تم استخدامه في صناعة ايه، هنلاقيه تم استخدامه في صناعة التوابيت، والتوابيت دي كانت بتستخدم في حفظ المومياوات. تمام. ودي طبعا مرتبطة بعقائد دينية. وكمان كانوا بيستخدموا الذهب في صناعة الأقنعة وتيجان الملوك، واحنا عارفين طبعا ان الملك الفرعون كان إله يمشي على الأرض. تمام. ده في معتقدات الفراعنة. تمام كده. يبقى صناعة الذهب هنا مرتبطة بأمور دينية، وكذلك كانوا بيضعوا بعض المصنوعات والمشغولات الذهبية إلى جانب المتوفى، كانوا بيهتموا بوضع هذه المصنوعات وأدوات الميت الخاصة به المصنوع من الذهب إلى جواره في المقبرة. تمام كده. يبقى صناعة الذهب هنا كانت مرتبطة بغرض ديني واقتصادي. السؤال رقم 5: تعد من الصناعات التي قامت في مصر القديمة واعتمدت على خامات مستوردة من الخارج الزجاج؟ أكيد لا، الزجاج كان بيعتمد على
الرمال دي كانت موجودة في مصر، الحلي لأ، ورق البردي برضو لأ، أما الأساس كنا بنستورد طبعا الأخشاب من بلاد فينيقيا. السؤال رقم 6: استفاد المصري القديم من فيضان نهر النيل في توفر المواد الخام في الصناعات الحجرية ولا الفخارية ولا الخشبية ولا الزجاجية؟ أكيد طبعا هنختار الفخارية، لأن صناعة الفخار كانت بتقوم على ما يرسبه نهر النيل من طمي أو غرين، كنا بنستخدم هذا الطمي في الصناعات الفخارية. تمام كده؟ طيب، ورث المصري القديم أسرار الصناعة عن أبيه وجده، ويدل ذلك على أحد خصائص الحضارة المصرية القديمة، وهي اتصافها بالتدين ولا التقدم ولا الاستمرارية ولا التغيير. هو هنا بيقولك ورث المصري القديم أسرار الصناعة عن أبيه وجده، معنى كده إن مثلا لو واحد شغال نجار مثلا هيعلم ابنه النجارة، وابنه هيعلم ابنه، وهكذا. ده دليل على إيه؟ ده دليل على الاستمرارية. تمام كده؟ السؤال الأخير معانا في الاختيارات، وهو: حفر الملك سنوسرت الثالث قناة سويس وقناة في صخور الجندل الأول، مما يدل على تطور علم. طبعا مين اللي هيبني لنا القنوات دي أو يحفر القنوات دي إلا المهندسين؟ أكيد طبعا الكيمياء لأ، الحساب لأ، الفلك لأ، هنختار الهندسة. تمام كده؟ نيجي للسؤال الثاني والأسئلة المقالية. فسر: وضع المصريون القدماء القوانين في المعاملات التجارية. هو هنا بيقولك ليه المصريين القدماء وضعوا القوانين في المعاملات التجارية. طبعا أنا عندي 3 أسباب لوضع القوانين. أول سبب هو ضبط السوق. 2: حماية المعاملات التجارية واستقرارها. 3: وضع عقوبات صارمة عند الغش في الأسواق. تمام كده؟ السؤال المقالي رقم 2: دلل على صحة العبارة الآتية تاريخيا. كان نهر النيل محور سياسة مصر الاقتصادية في مصر القديمة. الإجابة إن نهر النيل هو العامل الرئيسي في قيام أقدم الحضارات الزراعية في العالم، وهو أحد عوامل قيام التنمية الاقتصادية في مصر. تمام؟ لأن نهر النيل هو بيعتبر من المقومات الاقتصادية اللي اعتمد عليها المصري القديم في مجال الزراعة. تمام؟ ولولا نهر النيل ما كانش فيه طبعا استقرار للإنسان المصري القديم، ولا قيام أصلا الحضارة بتاعته، لأن هي أساسا هي حضارة زراعية. تمام كده؟ طيب، ننتقل إلى الورقة الأخيرة، وهي ورقة التقييمات الأسبوعية. المجموعة الأولى: اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. عدم وفرة بعض أنواع المواد الخام لم يقف حائلا أمام إبداع الصانع المصري القديم، وظهر ذلك في صناعة الزجاج ولا تيجان الملوك ولا السفن ولا التماثيل. طبعا عدم وفرة بعض أنواع المواد الخام معنى كده إن احنا هنختار صناعة احنا استوردنا المواد الخام بتاعتها من الخارج، وطبعا هنا هنختار السفن لأننا استوردنا من الخارج أخشاب الأرز من بلاد فينيقيا، يبقى الإجابة هتكون السفن. 2: استوردت مصر القديمة الكثير من المنتجات من بلاد النوبة التي استخدم بعضها في الأغراض الزراعية ولا الدينية ولا الفكرية ولا الثقافية. أكيد طبعا هنختار الدينية، لأننا استوردنا من بلاد نوبة بعض المواد المستخدمة في تحنيط جثث الموتى. السؤال الثالث: حرخوف سنوسرت الثالث وحتشبسوت والملك نخاو الثاني شخصيات مصرية من التاريخ المصري القديم، القاسم المشترك بينهما الاهتمام بالتجارة مع أفريقيا ولا أوروبا ولا آسيا ولا جزر البحر المتوسط. أكيد طبعا هنختار أفريقيا، لأن الرحالة حرخوف مثلا هتلاقيه قام ب4 رحلات لأفريقيا لاكتشاف أجزاء من قارة أفريقيا. كمان هنلاقي أن سنوسرت الثالث حفر قناة الجندل لتسهيل التجارة مع أفريقيا، وكذلك حتشبسوت اهتمت بالرحلات التجارية اللي كانت بترسلها لبلاد بونت، وكمان نخاو الثاني اللي عمل رحلة حوالين قارة أفريقيا بالكامل، وطبعا كان بيهتم بجلب المنتجات المختلفة من قارة أفريقيا. طيب، يبقى هنا كده كلهم اشتركوا في الاهتمام بالتجارة مع قارة أفريقيا.
تمام. السؤال رقم 4، تعددت استخدامات النبات البردي في مصر القديمة، دلل على صحة العبارة السابقة. طبعا العبارة هنا صحيحة، لأن ورق البردي كان المصريون القدماء أول من استخدموه في صناعة الورق في العالم. تمام. وكمان كان بيستخدم في صناعة المراكب الخفيفة والسلال والحبال والحصر والفرش. تمام كده. يبقى كانوا بيستخدموه في صناعات متعددة. السؤال رقم 5، ما الأثر الناتج عن وجود الجنادل في مجرى النيل بالنسبة للتجارة الخارجية بين مصر وجيرانها في عصر الدولة القديمة؟ نحط خط هنا تحت عصر الدولة القديمة. ليه؟ لأن الجنادل في عصر الدولة القديمة كانت تعيق حركة التجارة الخارجية بين مصر والجنوب. تمام كده. ولكن كانت التجارة بين مصر ودول أفريقيا كانت بتتم عن طريق الطرق البرية يعني، وطبعا ده كان أكثر خطرا. تمام. بعكس الدولة الوسطى طبعا اللي تم شق هذا الجندل وسهلت التجارة الخارجية، لكن هنا هو محدد لك عصر الدولة القديمة. ننتقل لأسئلة المجموعة الثانية، اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. 1، تطورت وسائل النقل وتعددت في مصر القديمة وأصبحت أكثر سرعة بدءا من عصر الدولة القديمة، ولا عصر الدولة الوسطى، ولا عصر الدولة الحديثة، ولا العصر المتأخر؟ طبعا هو في الكتاب شرح لك الجزئية دي في النقل البري، وقال لك إن المصري القديم بيستخدم الدواب في النقل، وكمان الزحافات اللي بتجرها الثيران لنقل الأحجار. طيب خلي بالك هنا في السؤال هو عايز الوسيلة الأكثر سرعة، وبيقولك في الكتاب إن المركبات التي تجرها الخيول ظهرت في عصر الدولة الحديثة. طبعا انت قارن كده بين الثيران والخيول، أكيد طبعا الخيول هتكون أكثر سرعة. عشان كده هنختار الإجابة بتاعتنا هي عصر الدولة الحديثة. سؤال رقم 2، أهم المنتجات التي استوردها المصري القديم من الخارج، الأخشاب ولا الجلود ولا القمح ولا الزجاج؟ طبعا السؤال ده كرر كتير جدا معانا واحنا بنحل الأسئلة، طبعا أكيد هنختار الأخشاب. السؤال الثالث، ساعد على نشاط التجارة الداخلية في مصر القديمة، هل الموقع الفلكي ولا الموقع الجغرافي ولا التضاريس ولا اختراع العملة؟ أكيد طبعا هنختار الموقع الفلكي، لأن الموقع الفلكي هنا هو بيتكلم عن المناخ، والمناخ كان متنوع وأدى إلى تنوع المحاصيل، مما أدى إلى نشاط التجارة الداخلية. تمام. شمال مصر بينتج محاصيل مختلفة عن جنوب مصر لاختلاف الموقع الفلكي واختلاف المناخ، فأدى إلى نشاط التجارة الداخلية. السؤال رقم 4، حدد العلاقة بين عصر الملك سنوسرت الثالث ونشاط التجارة الخارجية في مصر القديمة. أكيد في علاقة بين عصر الملك سنوسرت الثالث ونشاط التجارة الخارجية في مصر. ليه؟ لأن الملك ده قام بمشاريع عديدة ساهمت في النشاط التجاري. زي ايه؟ زي مثلا انه شق قناة الجندل في صخور الجندل الاول عند اسوان. ليه عمل كده؟ لتسهيل حركة السفن التجارية مع شمال السودان قديما. طب عمل ايه تاني؟ حفر قناة اخرى وهي قناة سيستوريس التي تربط بين البحر الاحمر والبحر المتوسط عن طريق نهر النيل، وده ايضا لتسهيل التجارة مع بلاد بونت. تمام. يبقى دي كده الإجابة بتاعتي. السؤال رقم 5، ما مدى مصداقية العبارة الآتية، استخدم المصري القديم العملات في معاملاته التجارية المختلفة؟ طبعا العبارة دي غير صادقة أو غير صحيحة، لأن المصري القديم ما كانش بيستخدم العملات، ولكنه كان يستخدم نظام المقايضة في المعاملات التجارية المختلفة. المجموعة الأخيرة، السؤال الأول، استوردت مصر الزيوت من جيرانها في الشرق والغرب، ولا الشرق والجنوب، ولا الغرب والجنوب، ولا الشمال والجنوب؟ أكيد طبعا هنختار الغرب والجنوب، لأن مصر استوردت الزيوت من ليبيا وشمال السودان. السؤال الثاني، أكثر المواد الخام انتشارا في البيئة المصرية، هل الذهب ولا الأخشاب ولا الرمال البيضاء ولا العاج؟ طبعا أكتر حاجة موجودة عندنا بشكل كبير جدا ومنتشر في 96% من الأراضي المصرية هي الرمال البيضاء. تمام كده. الرمال بشكل عام، لأن الأراضي المصرية أراضي صحراوية، أغلبها أراضي صحراوية فيما عدا الأراضي الموجودة حول نهر النيل، يبقى هنختار الرمال البيضاء. سؤال رقم 3، ترجع أسباب اختيار مدينة أسوان كأحد مراكز التبادل التجاري في مصر القديمة إلى عوامل علمية ولا جغرافية ولا عسكرية ولا سياسية؟ أكيد طبعا هنختار عوامل جغرافية بسبب الموقع. السؤال رقم 4، حدد العلاقة بين الملكة حتشبسوت وبلاد بونت الصومال حاليا.
الإجابة: بلغت العلاقة المصرية مع القارة الإفريقية ذروتها عندما أرسلت الملكة حتشبسوت رحلة أو بعثة بحرية كبرى إلى بلاد بوند. الرحلة دي تكونت من 5 سفن كبرى، والتي يظهر تصويرها على جدران معبدها في الدير البحري. السؤال رقم 5: ما رأيك في العبارة الآتية؟ سبق المصريون القدماء البرتغاليين في اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. الإجابة: لأن أول محاولة في تاريخ الإنسانية للدوران حول إفريقيا كانت عام 600 قبل الميلاد، حيث استعان فيها الملك نخاو الثاني ببحارة فينيقيين بدأت من خليج السويس ودارت حول أفريقيا، ثم عادت من خلال مضيق جبل طارق. واستغرقت الرحلة دي حوالي 3 سنين، ودعمت هذه الرحلة الاقتصاد المصري، حيث جلبت معها المنتجات المختلفة من بلاد إفريقيا. وبكده نكون خلصنا جميع أسئلة الأسبوع الثامن، سواء كان حصة أو واجب أو تقييم. أتمنى أكون قدرت أفيدكم. أستودعكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.